الفريق التونسي النادي البنزرتي للقاهرة استعدادا للقاء الأهلي المصري بإياب دور 16 من دوري أبطال إفريقيا الأحد على ملعب الدفاع الجوي. وقد أكد منذر الكبير مدرب البنزرتي لدى وصول البعثة أن فرص فريقه تتساوى مع فرص مضيفه في التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال. مراسلنا أحمد نوير كان في استقبال بعثة البنزرتي بمطار القاهرة. إلى مطار القاهرة الدولي وصلت بعثة البنزرتي التونسي مسلحة بالتركيز والإصرار على تجاوز لقاء الأهلي المصري في إياب دور 16 من دوري أبطال إفريقيا بنجاح، على الرغم من إقرارهم بصعوبة المهمة على طرفي اللقاء، خاصة بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي ببنزرت، مما يجعل أبواب التأهل لدور المجموعات مفتوحة أمام الفريقين. بعد نتيجة الذهاب 0-0 تقريبا يقعد الترشح مفتوح للفريقين الاثنين. أكيد بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي نسعى باش نلعبوا عاليين شوية، نخلقوا فرص، نحاولوا باش نسجلوا، خاطر ترشح ما يتعدى كان بتسجيل أهداف. صحيح عندنا تعليمات، كان هما باش يلعبوا الهجوم، حتى نحن زاد باش ندخلوا، مش باش نلعبوا مسكرين ديفونس ولا حتى نحن باش نلعبوا زاد الهجوم. ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله نماركيو البريمير ميتون ونزيدوا باش نقدموا مباراة كبيرة برشا ان شاء الله. انا متفائل باش نعملوا ماتش كبير ياسر ان شاء الله. تعي بعثة البنزرتي جيدا قوة المنافس بطل إفريقيا، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين يملكون ثقة كبيرة في قدرتهم على تنفيذ تلك المهمة على أكمل وجه، من خلال تأكيداتهم على الجاهزية الفنية والبدنية لديهم وبعد دراستهم المنافسة جيدا. بالطبيعه باش تكون مباراه صعيبه كونتر كاليبر كبير كما الاهلي، يعني نادي بطل افريقيا. احنا جينا هنا باش نلعبوا حظوظنا كامله، كما تعرف في نتيجه الذهاب 0-0 يعني كل الحظوظ وافره الفريقين. ان شاء الله باش نقوموا بمباراه كبيره، وان شاء الله علاش لا نجيبوا ترشح من القاره بالذات ان شاء الله. يعول البنزرتي التونسي خلال لقائه مع الاهلي المصري على جاهزيته دفاعيا وهجوميا، من خلال التمركز الجيد مع المبادره بالضغط على المنافس لخلق فرص للتسجيل. مثلما هي مهمة صعبة عليهم فهي صعبة أيضا على منافسهم. من هذا المنطلق وصل أبناء البنزرتي التونسي القاهرة استعدادا لإياب دور 16 من دوري أبطال إفريقيا، وهدفهم تحقيق الفوز من أجل حجز مقعد لهم بدور المجموعات بالبطولة. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من مطار القاهرة الدولي.